طيب الفيديو دوت يهمني جدا ان هو يوصل لكل الابهات والامهات اللي بيتفرجوا عليا. بصراحه هو هيفيد اي حد، بس تحديدا دول اكتر ناس لازم الفيديو يوصل لهم. انا شخص عندي مشكله مع ادمان الموبايل، بقعد عليه بالساعات لمده طويله جدا، رغم ان انا عندي 25 سنه اهوت، بس عشان من سن صغير وانا بقعد على السوشيال ميديا كتير، فحرفيا البرامج ديت بتلعب على دماغ الواحد وبتخليك تدمنها. تحديدا نظام المكافاه في دماغ الواحد بيتلعب فيه عن طريق الوان معينه، اصوات معينه، النوتيفيكيشنز اللي بتوصل لك من البرامج ديت، كلها حاجات بتساعد ان انت تدمن الموبايل كله على بعضه اكتر. وانا حاليا اهو بواجه صعوبه جدا في ان انا اتخلص من العاده ديت ومش عارف. الفيديو ده توعويا شويه اكتر، في ناس كتير عارفه البرنامج اللي انا هقول لك عليه ده بالفعل، بس ناس اكتر ما تعرفوش، فيهمني ان هو يوصل لكل الناس. بيسمح لك ان انت تتحكم في الموبايل بتاع ابنك عشان تحدد الوقت اللي هو هيقعد عليه على كل ابلكيشن وعلى كل برنامج عنده. البرنامج بيشتغل على الايفون وعلى الاندرويد، وممكن تفتحه من اللابتوب بتاعك تتابع الحاجات دي كلها، او من موبايلك الشخصي برضه عادي. في حاجات كتيره مرعبه بتدي لك تحكم على الموبايل بشكل فظيع، زي ان انت تشوف هو فاتح برامج ايه دلوقتي، بيعمل ايه على الموبايل بالظبط، تقدر تعمل له تتبع وتشوف الموبايل مكانه فين، وتقدر حرفيا تفتح الكاميرا وتسمع صوته في اي وقت. برضه علشان الامان برضه ما حدش يستعمل البرنامج ده في حاجه وحشه، فهو بيوصل له اشعار ان انت بيسمع صوتك دلوقتي او الكاميرا مفتوحه دلوقتي. بس المهم ان هو ليه مميزات تانية كتيره كمان، زي ان انت ممكن تقفل مواقع معينه ان هو ما يقدرش يفتحها، او حاجات معينه ما يقدرش يفتحها، ابلكيشنز معينه. اسم البرنامج دوت هو اير درويد. حاول تتفق مع ابنك او تحدد معاه وقت معين يستعمل فيه البرامج ديت، عشان الموضوع هيبقى اسهل بكتير تنفيذه لما يكون هو مدرك ان ده بيحصل.